السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم من جديد في قناة أفكار أم يوسف أو إيدي أم يوسف. إذن حبيبتي جبت لكم اليوم وصفة، يعني وصفة اقتصادية تحت شعار لا للتبذير في شهر رمضان المعظم إن شاء الله. إذا حبيبتي تقدر يعني نعملوا البطاطا تاع البوراك وتفضل معنا، خاصة يعني إذا حطينا فيها، إذا كان فيها العظام أو البيض. يعني من المعروف أنه البيض بعد 24 ساعة راح يكون سام، لذلك يعني ما نخليوش هذيك البطاطا تبات. تبعوا معايا هذه الطريقة، ويعني راح تحصلوا على واحد الوصفة يعني تجي ما شاء الله، راح تزينوا بها المائدة تاعكم في شهر رمضان المعظم، وراح يحبوها أولادكم وكذلك راح يحبوها الكبار والصغار. إذا حبيبتي كما شفتوا لهنا، يعني هي البطاطا تاع البوراك هي العادية. عندي لهنا المعدنوس مقطع رقيق، عندي البصل كذلك مقطع رقيق، عندي لهنا حطيت يعني الملح والفلفل الأسود، حطيت البيض. لهنا البنات يعني خلط جميع المكونات مع بعض، وكذلك يعني بدون ما ننسى حطيت ملعقة من المايزينا أو النشا. كذلك يعني اللي ما عندهمش المايزينا يقدروا يحطوا ملعقة من الروز المرحي، يكون مرحي يعني ناعم، يكون مرحي بزاف، تضيفوها للخليط. هنا البنات انا عندي فرماج من نوع الجوريير، يعني تقدروا لهنا تستعملوا اي نوع من الاجبان. اذا كان عندكم تقدروا يعني تعملوا حتى نوعين الى 3 انواع، راح تجيكم كذلك يعني مختلفة في الأذواق. إذا لهنا كما شفتوا أنا الفرماج تاعي يعني قصيتو الكريات، يعني قصيتو المستطيلات، يعني على حسب الكمية اللي راح تطيبيها. لهنا عندي هذوما لي باتون، يعني أو هذوم لي باتون هذوما يعني كاينين في الأسواق. تقدروا يعني تشريوهم وتستعملوهم، كذلك تقدروا تستغنوا عليهم إذا كان ما عندكمش. إذا لهنا البنات يعني حنا نبداو على بركة الله. هنا راح ناخذ كمية من هذيك البطاطا اللي كنت وجدتها والحشوة اللي كنت وجدتها، راح نبسطها في اليد تاعي، راح نحلها وراح نحط فيها هذيك القطعة تاع الفرماج. يعني ما تخافوش تقولوا راح تجينا يعني معمرة بالبطاطا، بالعكس، خاصة يعني لأنه كما تشوفوا الحجم تاع الفرماج يعني جاي حجم كبير شوية، يعني راح تجي في الداخل يعني دايبة بهذاك الفرماج، وتجي يعني مقرمشة. نتمنى انكم يعني تجربوها، صدقوني واحد الوصفة يعني ما شاء الله. اذا البنات بعد ما نوجد هذوك جميع يعني الكويرات اللي كنت عملتهم، راح نفوت للمرحلة الثانية. هنا كما شفتوا حبيباتي، يعني بعد ما كورت هذيك البطاطا على الفرماج، لهنا يعني راح تجي الطريقة الثانية والخطة الخطوة التالية، اللي هي راح نحاول اني ندخل هذاك الباتون، راح ندخله في وسط الفرماج. راح نحط الكويرة تاعي في صفار البيض، ومن بعد راح نحطها في لاشابليغ او الخبز اليابس، وراح نحطها يعني على جهه. اذا بعد ما كملت جميع الكويرات، هنا راح نحط مقلاة نحط فيها الزيت. بعد ما يسخن هذاك الزيت راح نحط هذوك الكويرات اللي كنت وجدتهم. بعد ما يطيبوا، يعني كما شفتوا لهنا البنات انا استعملت يدي يعني يعني قلبت هذوك الكويرات، يعني اعتمادا على هذاك العود اللي فيهم. ولكن حذاري كما قلت لكم، جست ما انه تشوفوها شويه حمارت بعد ما تقلبوها، يعني باش ما تقدروا بعد ما تقدروا انكم تقلبوها، استعملوا الفرشاة من الاحسن، لانه هذاك الفرماج راح يذوب. وننصحكم كذلك انكم في الاول بعد ما يسخن الزيت وتحطوا وتحطوا الكويرات تاعكم، من بعد راح تنقصوا له باش يذوب لكم هذاك الفرماج اللي في داخل الحشوه. اذا بعد ما طابوا الكويرات تاعنا، كويرات البطاطا المحشوه بالجبن، بعد ما طابوا يعني هذه هي نتيجه رائعه مذاقا وكذلك شكلا. يعني تقدميها في شهر رمضان، تزيني بها المائده تاعك. نتمنى حبيباتي انها عجبتكم وصفتنا لنهار اليوم. نتمنى انهم الناس اللي مازالوا ما اشتركوش في القناه انهم يشتركوا في القناه باش يوصلهم كل ما هو جديد. وما ساي إلا أن أقول لكم في نهاية الفيديو: السلام عليكم ورحمة الله، دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى الفيديو المقبل إن شاء الله.